ريمونتادا جديدة من ريال مدريد أمام أولمبيك دي مارسيل بهدفين مقابل هدف. امبابي أحرز الهدفين واللاعب ويا أحرز هدف مارسيليا. المباراة النهارده كانت قوية جدا يا جماعة وصعبة جدا. فريق مارسيليا فريق منظم على أعلى مستوى سواء في خط الدفاع ونص الملعب وخط الهجوم. ريال مدريد واجه صعوبات كبيرة جدا في المباراة إن هو يخترق هذا الدفاع وهذا التنظيم الرائع جدا لفريق مارسيليا. لكن فريق ريال مدريد في الشوط الاول ضيع اكتر من فرصه. مشكله ريال مدريد في الشوط الاول اللاست تاتش، اللمسه الاخيره، ضيع فرص كتيره جدا، فرص لا تعد ولا تحصى. 18 محاوله على المرمى، للاسف ما جاش منها حاجه خالص الا هدف واحد فقط. ريال مدريد عمل كل حاجه في الشوط الاول، لكن تضييع الفرص ماستانتونو ومبابي وغولر وكل اللعيبه، اغلب اللعيبه ضيعت الفرص اللي جات لها. للاسف ريال مدريد يفتقد للمسه الاخيره من فتره طويله. تشابي الونسو اكيد هيشتغل على الحته دي في التدريبات علشان الفريق ما ضيعش الفرص بالشكل الغريب ده. الشوط الثاني هدي شويه الريتم والاداء عند الفريقين، لكن تغييرات ريال مدريد اثمرت لما فينيسيوس جونيور نزل مكان رودريجو وابراهيم دياز نزل مكان باستانتونو. الفريق اتحول وبقى افضل وافضل، والهدف الثاني جه عن طريق ضربه جزاء. ضربتين الجزاء صحاح 100%، ما فيهمش اي شك يا جماعه. ضربتين جزاء مش من الهوا، لا الناس بتقول من خيال، لا مش من خيال، ضربتين جزاء 100% صحاح لريال مدريد. والحكم بصراحه كان موفق جدا في احتسابهم ضربات جزاء. الكوره فينيسيوس استطاع ان هو يجيب ضربه جزاء، وامبابي احرز الهدف الثاني. ريال مدريد ناقصه بس بعض الحاجات بصراحه، يعني في شويه ثغرات كده في خط الدفاع وفي نص الملعب. الهدف اللي جه في مرمى ريال مدريد، اردا غولر بيأخر كتير بالكوره، ما ينفعش في مكان زي ده. وكمان انا عاطي ظهر للملعب، يعني مش شايف اللعيب اللي جاي من ورايا. ما ينفعش ان انا استلم وانا في نص الملعب، لان طبيعي بيبقى في زحمه عدديه. الراجل دخل خد الكره من قدامه لعبها لويا. جرين وود عمل مباراه رائعه، لعبها لويا ويا احرز الهدف الوحيد لمارسيليا. لكن فريق مارسيليا فريق منظم جدا وقوي جدا، مقرب الخطوط لبعضيها، ضاغط على الريال في كل مكان، قافل المساحات. لكن الفرديه او المهارات اللي عند لعيبه ريال مدريد استطاعت ان تخلص المباراه، رغم ان هي مباراه صعبه وعصيبه. ودايما ريال مدريد في دور المجموعات بيبقى بداياته صعبه، ودايما في دور المجموعات عامه على مر تاريخ ريال مدريد بتبقى صعبه جدا المرحله بتاعت المجموعات دي على الريال. لكن بيكون فريق تاني لما بيدخل النوك اوت او دور خروج المغلوب. مباراة صعبة، مباراة قوية، لكن ريال مدريد استطاع أن يعود فيها بهدفين مقابل هدف ويعمل ريمونتادا جميلة جدا عن طريق كيليان امبابي طبعا. وفينيسيوس اضاف كتير جدا. انا وجهة نظري فينيسيوس ما يقعدش بره لرودريجو لعيب كبير، لكن فينيسيوس بينزل يخلص المباراة. ابدا برودريجو او ابدا بفينيسيوس ورودريجو بديل ليه. بصراحة فينيسيوس لعيب كبير جدا يصنع الفارق اينما حل. امبابي لعيب كبير جدا، هداف مكنه اهداف. النهارده اردا غولر متالق، يعني ناقصه بس اللمسه الاخيره. ماستانتونو بس برضه لسه برضه هيدخل في المود اكتر ويدخل في الفريق اكتر وهيبقى افضل وافضل. وتشاوميني ادى اداء رائع النهارده، وفالفيردي وكل لعيبه ريال مدريد. كاريراس رائع النهارده، وهاوسن وكارفاخال النهارده مشكلته مشكله كبيره جدا. انت راجل كابتن فريق، ما ينفعش يكون تعمل كده، وتصرفك ده زنقت الفريق وضغطت الفريق، خليت الفريق بيلعب ب 10 لعيبه. لولا خبره الريال قدر يعبر من هذه الكبوه بطرد كارفاخال، وطرد صحيح لانه ضرب الراجل في وشه ضرب صحيح في زمن الفار يا كارفاخال. ريال مدريد كمل المباراه 10 لعيبه، لكن عمل ريمونتادا للتاريخ. وبصراحه كل اللعيبه النهارده ادت اداء رائع، اداء ممتاز النهارده، وقدروا ان هم يرجعوا ويكسبوا 2-1 رغم الطرد والنقص العددي.